والسنوات. دعونا نستمع كذلك لأيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي والمنتخب المغربي. نعم، أظن بأن هذه مباراة تبرز فعلا قوتنا وشخصيتنا وثقتنا في أنفسنا وفي إمكانياتنا. مباراة طويلة جدا، أبرزنا كذلك جاهزيتنا أيضا بالتسجيل كذلك في آخر لحظات المباراة، وفي الأشواط الإضافية كنا صامدين، وبعدها في ضربات الجزاء الأمر ليس سهلا بالمرة. على امتداد المباراة نحن كنا نستحق من الرائع أن نقول لأنفسنا بأننا أقصينا هولندا ونحن في دور 16 فقط. كل شيء يبدأ الآن وخطوة تلو الأخرى للمغرب، خطوة تلو الأخرى شيئا فشيء. نعم، ولكن نعم نحن في دور 16 فقط، وهذه كانت مباراة صعبة جدا، ولكن بالتأكيد سوف نحاول أن نذهب بعيدا ونفوز بهذه الكاسمة، لكن هذا لا يزال مبكرا. سنحتفل قليلا الآن لأننا بذلنا مجهود كبير جدا في هذه المباراة، ثم نركز على المباراة القادمة أمام منتخب كندي محترم جدا. الجيل الجديد الذي أنت جزء منه وتمثله بشكل ممتاز، هذا يبرز بأن المغرب ينمو ويتطور مع هذا الترشح لدور 16. هذا إثبات جديد. نعم، والآن في المغرب وفي كرة القدم بصفة عامة هناك المزيد والمزيد من الشباب الذين يبرزون ويقدمون مستويات استثنائية. هذا يبرز بأن هناك لاعبين جيدين، مستوى محترم للغاية، وهو تواصل العمل. المهم ليس أن تكون جيد في مباراة، بل أن تكون منتظما وتفوز بالألقاب. شكرا لك، شكرا لوقتك، شكرا أيوب. كان هذا أيوب